السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واحبابي، الفيديو دوت انا جاي فيه حالة طارئة عشان شفت حاجة. الحاجة دي بصراحة انا ما عجبتنيش او قلقت منها او حسيت ان انا عايز افهم ايه الموضوع ده. انا قاعد في المحل كده فسمعت كده واحد ماشي في الشارع. زيت الطعام المستعمل الكيلو ب35، بناخده ب35. السمك، زيت الفول، زيت الطعمية ب35. فانا استغربت، قلت ايه ده؟ بياخدوا الزيت اللي هو المستخدم اللي احنا بنغليه ب 35 جنيه. طب ده بيعملوا فيه ايه او بياخدوه ليه او الكلام ده؟ فقلت اسال الراجل اللي هو بياخد الزيت ده، قلت له يا عم انت بتاخد الزيت ده بتاخده بيه بتعملوا بيه ايه؟ الزيت ده بتاخدوه تستخدموه في ايه؟ راح هو قال لي احنا بنستخدمه، بنعمل بيه صابون، بنعمل بيه في المنظفات، بنستخدمه في الحاجات دي. قلت له انت متاكد من الكلام ده؟ تحلف انت على الكلام دوت؟ هو وشه اتغير كده وهز كده، فانا ابتديت شكيت يعني. المهم فانا لما شكيت وقلقت وكده فقلت ابحث في الموضوع ده واشوف. فجي واحد تاني نفس الكلام فبرضه سالته، قلت له مين اللي بياخده منك وبتعملوا بيه ايه واخر مصدر ليه فين؟ قال لي والله بص احنا كلنا اللي بياخده مننا تاجر واحد بس. التاجر دوت هو بيقول انه بيستخدمه في الصابون والكلام ده، وبيستخدمه في المنظفات والحاجات دي كلها. ولكن انا عن نفسي اقول لك الصراحه بامانه، انا عرفت ان هم بياخدوه بيعملوه زيت يرجعوه زيت تاني للاكل. ايه دي؟ مصيبه، جريمه. ده زيت ده كده يبقى مسرطن، ده يموت الناس، ده يبهدل الاطفال، ده بيتعب الناس الكبيره والصغيره. قلت له ازاي يا عم الكلام ده؟ قال لي الراجل بياخد كميات الزيت دي كلها ويحط عليها نشا متقلب في ميه، والنشا بيقرر الزيت بيرجعه لونه اصفر من الاول، بيرجعه لونه عامل زي الحلبه الصفراء المغليه، بيرجعه لونه انضف من الزيت اللي هو عباد الشمس، وما بقاش ليه ريحه ولا اي حاجه، والناس تاخده وتستخدمه تاني ويعبوه في ازايز او جراكن ويروح للمطاعم وبيروح للبيوت والناس تشتريه عادي جدا. قلت انا لله وانا اليه راجعون. يعني الزيت المعفن اللي بيتقلي ويتحرق 50 مره في البيوت ويسود ويقعد يتفحم يرجع زيت تاني طبيعي ويتباع للناس ويرجع لنا احنا تاني ولاولادنا. يعني في ناس تقدر تشتري الزيت اللي هو الشركات المعروفه سواء حلوه صاني شركات معروفه تشتريه، وفي ناس تانية غلابه بيجيبوا زي زيت رخيص من السوق ب 35 45 حاجه رخيصه زيت المطاعم. طب الناس دي مصيرها ايه لما العيله الصغيره اولادنا واولادكم واخواتنا واخواتكم وكله ياكل زيت؟ الزيت ده مسلطن او زيت مغلي قبل كده ومتبهدل ومحروق وطلع عين امه ونستخدمه تاني وندوره. هل ده يرضي ربنا؟ انا يا اخوانا بجد بناشد كل البيوت، كل الناس، كل الستات اللي في بيوتها او الرجاله او اي حد بيبيع زيت قديم ما يبيعش زيت. هتبيع في الشهر كام؟ 2 3 كيلو، هتكسب لك فيهم كام؟ 100 جنيه. ده بال 100 جنيه ممكن انت تشتري بعد كده زيت برضه وعيالك يستخدموه وتدفع علاج ومرض بسبب ان انت ايه كسبت حاجه مالهاش اي لازمه. بناشد كل الاهالي، كل الاخوه والاخوات في بيوتها الزيت المستخدم ده ما يبيعوش لحد، يرموه في حمام في دورة الميه، ما يدوش لحد تاني عشان ما يضروش نفسهم ويضروا اولادنا وترجع قاره تانيه تتعاد. فانا بجد يعني الموضوع ده ضايقني جدا جدا وصعب عليا، عشان كده عملت الفيديو دوت. فارجوكم يا اخوانا، استحلفكم بالله استحلفكم بالله اللي عنده زيت قديم زي كده ما يبيعهوش ولا يديه لاي حد، يرميه في الحمام على طول في دورة الميه ونخلص منه عشان ربنا يعافينا وينجينا وينجي اولادنا. يعني انا بصراحه صعقت لما سمعت ان كلام الراجل اللي بيشتري نفسه قال كده. ازاي احنا نقبل على نفسنا حاجه كده ونقبل على عيالنا وعلى مستقبلنا وعلى يعني ابنائنا ان هم ياكلوا زيت مسرطن او زيت معدوم واستخدم قبل كده زي الميه اللي هي معدومه وترجع تتحول من مصارف الميه نشربها تاني؟ ارجوكم يا اخوانا يا ريت ما حدش يتهاون بالكلام ده. وان شاء الله بنصحكم جميعا لله ان احنا اي حد عنده زيت قديم يرميه في دورة الميه يخلص منه وما يبيعوش للناس اللي بتلف. وشكرا ليكم ومعلش على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله.